ثانية بس نيجي نعمل الغنية دي ونقفل اللايف، ما عندنا حاجة. يعني الكلام اللي داير تسمعوه أو قاعد يسويه نازل في الواطة. يعني السلام عليكم، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. نسأل الله الرحمة والقبول لشهداء الشعب السوداني في كل الحقب والأزمان. نسأل الله أنه يتقبل شهداء القوات المسلحة، نسأل الله أنه يتقبل شهداء الشعب السوداني يا رب العالمين. نسأل الله أنه يعني يفرج كربتنا يا رب العالمين، ونسأل الله أنه ينصرنا وينصر القوات المسلحة بالشعب السوداني، وينصر الشعب السوداني بالقوات المسلحة. في البداية برضو نسأل الله الشفاء لوالد لبنى أحمد. دكتورة لبنى معانا هنا وواقفة في كل يعني المبادرات، واقفة في الجروب، وربنا إن شاء الله يواليه بالعافية، وربنا إن شاء الله يكتب له السلامة يا رب العالمين، وربنا إن شاء الله يعني يلبسوا ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. وربنا يشفي كل مرضانا يا رب العالمين، ويشفي مصابيننا كلهم يا رب العالمين. وربنا يعني يرينا قوة وعدالته في الدعم السريع، ومن حالف الدعم السريع، ومن والى الدعم السريع، ومن ناصر الدعم السريع، ومن آوى الدعم السريع، ومن أرشد الدعم السريع، ومن أطعم الدعم السريع، ومن عالج الدعم السريع، ومن دعم الدعم السريع، ومن وقف مع الدعم السريع. ربنا ينكس رايتكم، وربنا يجعلكم ذليلين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. الحمد لله على نعمة البصيرة. ونزيدك في الشعر بيت اسمع العربي ده. احنا والله اللي بنسوي فيه ده في الدنيا والآخرة، اسمع العربي ده وقولوا فعل كويس. وانا ده اللي بتكلم، ده انا ده ذاتي، انا اللي بتكلم. بقاتل في الدنيا دي عشان بعدين لما اموت، وقريب يعني ان شاء الله، لما تترحم علي ما تقول واذكروا محاسن موتاكم. اسمع العربي اللي بنسوي فيه ده شغل رجال يا جماعه، والله عديل. لما تسمع اسمي ده حاضر وتترحم علي ما بتقول واذكروا محاسن موتاكم. الليله ياسر عرمان الليله دي لو مات وهي هداك مدخلينه الغبر ده، اسمع العربي ده يا ياسر انه اوريك الفرق بينه وبينك. مدخلينه الغبر ده يا ياسر، حتلقى ناس بيصوروا لايف من جنازه ياسر عرمان بيقولوا الليله انتقل الى رحمه الله الغيادي ياسر عرمان في الحركه الشعبيه. حتلقى التعليقات كلها يا ياسر ربنا يلعنك زي ما ضيعت السودان، ربنا ينتقم منك. بتلقى تحت واحد حيكتب لهم اذكروا محاسن موتاكم. انا والله الانصرافي ده، اسمع العربي ده، والله لما نموت انا والله تلحقها بس بتقول تقبل الله الانصرافي، رحم الله الانصرافي، لكن اتحداك دنيا واخره. اسمع العربي ده، انا حي وميت، ما في زول حيترحم علي يقول واذكروا محاسن موتاكم. انا ما عندي حاجه بداروها. اسمع العربي ده يا ياسر. وده جيشنا اللي قدامنا ده حسي من اول شهيد لحد هسي يوم واحد ما قلنا واذكروا محاسن موتاكم. جيت وقلت والله ديل ارهابيين، وديل اسلاميين، وديل دبابين، وديل جيش فلول. اللي بنعرفه واللي ما بنعرفه بتتخطى صورته بتبقى ايقونه شهدانا. ما حصل مره ترحمنا على زول قلنا واذكروا محاسن موتاكم. لكن حس قياديين وسياسيين البلد دي ما فيكم زول بيموت الا يحصلوه. يا اخي ما في داعي يا اخوانا، يعني زول يتوفى الان والزول يا اخي في بين يدي الله، يا اخي ما في داعي تتكلموا فيه وخلاص هو مشى. لا لا ما في حاجه اسمها مشى، ما في نلعنك في الدنيا وفي الاخره وتكون عارف. واللي عملته يا ياسر ما في فيه توبه بالجبو، ده موضوع بينك وبين ربنا، حق الناس ودماؤنا الضاعت انت حتتحملها في الدنيا والاخره. والتاريخ ده اللي بنكتبه احنا قاعدين نكتب في التاريخ. هسه احنا شهدائنا دول كلهم الناس بيترحموا عليهم بيسموا عليهم. الواحد لسه ما دفنوه بيكون في مستشفى الولاده في الولايات في الخرطوم دي، بيكون سموا عليه طوالي، بيكون سموا عليه، بيكونوا عملوا له بير، بيكونوا عملوا له سبيل، بيكونوا عملوا له مبادره. والله لا بنعرفه ولا بيعرفنا. شهدائنا دي الموت اللي احنا بنفتشها، ودي الموت اللي الان يهود الجيل اللي قدامنا ده نموذج قدامنا. انت ما شايف لكن احنا شايفين. احنا شايفين مسمينه حميدتي الميت. ما في زول قاعد يقول واذكروا محاسن موتاكم. حميدتي ده قبل 4 شهور قال داير يجي يحكم الدوله، يحكمنا، قال داير يجيب لنا الديمقراطيه، قال داير يجيب حقوقنا. الليله لما يقول لك حميدتي الميت او زول مات او زول بعاتي او دار تحكي قصه بتجيب المسخره حميدتي.
عشان تعرفوا التاريخ اللي بيتكتب حس يا ياسر عرمان. احنا والله لما ندفنونا ما بيقولوا اذكروا محاسن موتاكم، لا اللي بيعرفنا ولا ما بيعرفنا، والعدو والصديق، اسمع العربي ده. والله موتة سمحة يعني شفت تتمناها ليه روحك، والله جد، والله تشوف الموتة دي لما تتكيف. اسمع العربي ده. الواحد يتشرف انه من شعب زي ده، ويتشرف انه مر مع الشعب السوداني بكل المراحل من تحت والنص وطلع فوق والابتلاءات، ويتشرف انه شاف التغيير وشاف الامه اللي بتولد الان. يتشرف انه يعني دي نعمه الحمد لله، ودليله انه هم ما بيسرقوا في ثرواتنا ولا بيسرقوا في حكومنا ولا بيسرقوا في دولتنا، بيسرقوا فينا احنا ذاته. يعني المؤامرة دي على المواطن السوداني ده مستهدف، العالم كله مستهدف الموضوع ده، ما ساي، لكن قادرين وتجاوزنا الحمد لله وصامدين ومواصلين، وثقتنا في جيشنا وثقتنا في الانتصار وثقتنا في المقام الأول في الله عز وجل في انتصار الحق. ما في زول حسع دي بيموت في السودان أو برا السودان الناس كلها بتترحم عليه، إلا الدعم السريع وإلا السياسيين ديل وإلا القحاتة. الإمام الصادق المهدي أذكروا محاسن موتاكم، المرغني أذكروا محاسن موتاكم، الدعم السريع أذكروا محاسن موتاكم. لما الحرية والتغيير كان في مجموعة اللي اغتصبوا في شرق النيل ولموا فيه الناس العمل الخاص، جازفون في البدايات، كانوا قطعوا على بري كانوا 20 نفر. فواحدة من القحاتيات دي المنزلة كيف انتوا بتسخروا من موتهم وضبحهم وكده، ما هم ضبحوا، لكن انت كنت وين لما ضبحوا المواطنين؟ انت كنت وين؟ انت شايف المواطن الاعزل واللي اغتصبوها والطفل الصغير اللي عمره 12 سنه بيت واحد من انس عمر ولا الجزولي، هي دي ده تشفي بالنسبه لك؟ لما انت تعمل جريره يدفعوا الثمن لولدك، يعني هو لو سابوا الابو ده ودوه قسم بتاع شرطه وانت عارفه انه مسجون عند حراسه الدعم السريع واولاده قاعدين في بيته، هم بيجوا بيبدوا بالاولاد والام والابو، انتوا كنتوا بتقولوا شنو يا غحاته؟ جايين تكلمونا عن عظم الموت؟ نشمت فيه بدين، بل بدين عديل، نشمت في موت الظلمه ديل احنا، ونرى فيهم عجائب الله. احنا ما قتلناهم ولا ربنا سخر لنا الرجال بيمشوا بيدافعوا عن البلد دي وبيدافعوا عن حقوقنا، وربنا بيديهم الثبات والصبر انهم ينتقموا منهم. احنا والله نفرح وبيموتكم كلكم تكونوا عارفين يا خالد سيلك، انت حتموت تحت لما تدفن يا خالد، كون عارف المعلومه دي. يعني الموضوع ده ما فيه رجعه من 15/3 ثاني، ما بنقدر نصحح لك ورق، ما بنقدر نصلح لك، ما بنقدر نديك فرصه ذاته تورينا حاجه، اتكتبت 15/3 خلاص انتهى الموضوع. فقدنا ارواح، فقدنا دماء، فقدنا اعراض، فقدنا املاك، فقدنا البلد. ثاني ما في طريقه تصلح. انت يا خالد لو جيت بوست رجل اي سودان، جيت انت بقيت الديمقراطي، انت اللي بقيت البرلمان ذاتك، عرفت ليه يوم الدين انت موضوعك ده خربان، انت حتموت على سوء الخاتمه. ما خلاص موضوع اتقفل، ما عندك طريقه ثانيه يا خالد، الموضوع ده انتهى انتهى. انت حتموت تحت مظله واذكروا محاسن موتاكم، تكون عارف يومك تموت يا خالد حيشاكلوا نفرين ثلاثه في لايف يقولوا يا اخي خالد ما مات خلاص يا اخواننا بين يدي الله الدقير. انت حتموت تحت مظله واذكروا محاسن موتاكم، ما عندنا لك حاجه نتذكرها، تكون عارف، يعني تكون عارف الكلام ده يا دقير. ما هسه بتمشي تعمل مراجعات ودكتور واهلك خايفين عليك، والليله عندك مراجعه وبكره عندك حتموت، حنقول يا اخي لعن الله عمر الدقير. نسال الله انه يوردك موارد الهلاك، ابراهيم الشيخ، مريم الصادق، صديق الصادق. جيتوا قلتوا يا اطار يا حرب، لا قدرتوا على الاطار ولا قدرتوا على الحرب، وحركتوا البلد وحسيت بتعملوا لنا في مؤتمرات ما بعد الحرب. ما بعد الحرب انتوا قريتوا استراتيجيه وين؟ قريتوا سياسه وين؟ هو الحرب ما وقفت عشان تعرف انك انت ساعي للسلطه، بجهزوا في روحهم. كان انتصر الدعم السريع احنا معاه، كان انتصر الجيش احنا معاه، لانه ما في واحد فيهم كلف روحه يقرا استراتيجيه ما بعد الحرب، ما بعرفه. استراتيجيه ما بعد الحرب في 3 خطوات اساسيه، مفروض اقل زول فيكم بيتكلم سياسه يكون عارفها. هم مشوا في النص. الاولى بتقول نزع السلاح وتامين البلد والانتهاء من المجرمين والمتمردين تماما. اذا دار تدمجهم في الجيش الرسمي او تحاسبهم او تحاكمهم او تنفيهم او تقتلهم،
وتشيل السلاح ده تلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، كلاش عند الجيش. لا يمكن انت تتجاوز القوات المسلحه وتسعى لانك تجيب ديمقراطيه. ما حتتجاب الديمقراطيه ما لم القوات المسلحه تفرض سلطتها في الدوله وتفرض هيبه الدوله وتصادر اي سلاح وتمسك اي مجرم. حتى بعدين بيحصل استقرار، بتجي بعديه في الكتاب اللي انتم بتقروا منه واللي بتديكم اللي هو المخابرات. الخطوه الثانيه قال حكومه انتقاليه عشان تنقل البلد من مرحله عدم الاستقرار للاستقرار. وحكومه انتقاليه دي احنا ما عندنا انتخابات وتاني ما بنجيبكم. انتوا جايين لي دي طوالي حكومه انتقاليه. احنا نسعى عاملين مؤتمر بيتكلم عن الوضع الاقتصادي في ما بعد الحرب. وضع اقتصادي انتوا اكبر مجارمه ولصوص. حسي انا في ناس هنا موالين للقوات المسلحه واقفين مع القوات المسلحه، مواعيد حسابهم قربت. تلقى الواحده بتشير وتطلع لايفات عديل مش دعم للقوات المسلحه. تفتح الحساب بتاعها بتاع بنك الخرطوم بتلقاها في اليوم الواحد بتحول 60 و70 مليار جنيه قروش دعم سريع. تلقى الواحد عنده 4 5 جروبات داعم القوات المسلحه، هو اللي بيهرب الذهب بتاع الدعم السريع وعربات الدعم السريع وشغل اسري كمان. كده وضحت؟ ما هو انت ما شفنا انا راقد لكم بالجنب يا بيبي في الخور قدام. صرفه في ناس مخترقين، ما تخترق يا زول، اعمل الدار تعمله. ارجاك قدام بس انا كتار ديل اللي بيخربوا الاقتصاد. استقرار الاقتصاد، تجار العمله اللي قاعدين برا معذبين الناس. احنا للجمعه الجايه الناس الكويسين الجاهزين تعملوا لنا جروبات بتاع تحويل عمله، ديل كلهم يتضربوا يا زول. المليار احوله لك بين مليار و600. لقوا الناس في ضيقه ولقوا الناس كلكم تجار ازمات، لكن حتتادبوا. دي كلها حاجات ما تقلق، ما تخاف ما تخاف ما تخاف. اذا انتهى راس الشر والداعم للشر والحارس المجرم، الباقي كله هين. والله العظيم الباقي كله هين. وثقتكم في روحكم بترجع، وثقتكم في بلدكم بترجع، وثقتكم في امكانياتكم بترجع. وما بتحتاجوا يسوقوكم ديل ولا بتحتاج لهم. اطمئنوا ان شاء الله. احنا معركتنا دي كبرت لانه احنا ما بنواجه في جنود الدعم السريع بس، احنا بنواجه في خونة. الليله اتكلمنا عن زياره البرهان. نشوف تعليقات يعني عشان تفهم الزول لما يكون رايح. تمام. صديق الصادق المهدي اللي هو في اللجنه المركزيه بتاعت الحريه والتغيير، عندنا المؤتمر عاملينه في مصر. دي مصر اللي هم كانوا بيقولوا انه مصر لما كانوا في توغو وكانوا في نيروبي وكانوا في كينيا. خالد سيلك قالوا له تعال مصر، قال يا اخي ما قدموا لنا دعوه وما ماشيين. هو يدعوك شنو؟ ده مؤتمر بتاع رؤساء. انت رئيس، انت صدقت روحك عندك قيمه. كلمتين اللي بتقولهم في تويتر بيحضروك 82 نفر، تلقى روحك زول يعني. خالد سيلك ولا خالد حبيل؟ مشوا قاعدين في مصر الليله عاملين مؤتمر لانه البرهان قاعد في اديس دي مش حقتكم. ما خلاص ضيق عليكم، كتم فيكم. طيب قال شنو؟ قال الحريه والتغيير ندعو طرفي الصراع الى انهاء معاناه شعبنا ووضع حد لهذه الحرب العبثيه الكارثيه. ده مصطلح جديد، العبثيه الكارثيه. منو اللي ضع لها حد؟ منو؟ بيقوا يتكلموا بلساننا وضع حد لمعاناه شعبنا، وبعديها بيتكلموا عن السياسات الاقتصادية، بيتكلموا عن الرؤى الاقتصادية، الرؤية السياسية لما بعد الحرب. وهم ما حسموها ولا وقفوا مع طرف علني، لكن طبعا هم دعامة يعني. طيب يا صديق، هسه بدوا يتكلموا بلسان المواطن وبدافعوا عن حقه. لما انتوا خطيتوا الاطار وطلعتوا منه 13 بند وقلتوا الباقي ما حنعرضه للاعلام، مذكرين الاحتكاريه دي؟ ما كنا شعبكم؟ ما كنتوا عارفين انه معاناتها حتحصل؟ ما كنتوا دار تداولوا السلطه بين الناس؟ ما كنتوا دار تعملوا صندوق؟ ما فرضتوا علينا انت الاطار الاسي؟ قلت لا حرب لا اطار. الوداك تعمل اتفاق اطاري شنو؟ بصفتك شنو؟ خلاص احنا صدقنا انكم الكلام ده اتقال فيكم يا شوقي عبد العظيم ويا خالد سيلك، وده ترويج بتاع فلول. انتوا ما قلتوه يا حرب يا اطاري. سؤال، انت وداك تعمل اطاري بس شنو؟ انت منو؟ الشرعيه دي جبتها من وين؟ تاخد اطار يتحكم به الدوله يا ما داير؟ انت جبت الحاجه دي من وين؟ وين الصندوق؟ وين الديمقراطيه؟ وين انت طلعت ضد البشير ليه؟ لانه محتكر السلطه 30 سنه. انت هسه ما جاي تحتكرها يا خالد؟ دي سياسه
دي قيم، دي اخلاق، دي حاجه بيعملوا لها ثوره؟ دي اخلاقك العامل بها ثوره؟ دي القيم الجايه تزرعها في شعب جديد؟ يا اطاري يا حرب، الاثنين ما قدرتوا عليهم. طيب قال لنا يا اخي احنا جايين لشعبنا وما شعبنا، بدوا يخاطبونا باللغه اللطيفه لانهم عندهم قاعده جماهيريه بيفتكروا في مصر، فدارين يعملوا لهم حلف ودار يشكلوا تيار يقودوه من هناك، وجاتهم التوجيهات يجوا راجعين السودان. الناس الشغالين في منظمات التابعين للامم المتحده التابعين لوين قالوا لن تيجي تشتغلوا من بورسودان. احنا بنقول لهم احنا الامريكان يخطوا كراعهم في السودان ده 3 4 5 ساعات بنستقبلهم، بعد ذاك بنورينا البل. انتوا ديل يا قحط مرسلاكم حس المنظمات وفتحت لكم مكاتبكم في بورسودان، اول زول فيكم يخط كراعه اقسم بالله العظيم، اسمع العربي ده، اقسم بالله العظيم شيب ضرار والرجال اللي معه حيشيلوك كده 100 مكتبك، حيدعوك في البحر، نشوف الامم المتحده بتسوي شنو. احنا ما دايرين نكون تاني عديل. السودان ده تنسوه، بس حتجوا مكرتنين بالورقه الحمراء بتاعت الانتربول. الموضوع ده ما بعيد، يعني الجرس اللي بيسووا فيها التقلب في الاراء. ياسر عرمان بعد ما مشى اثيوبيا البرهان كتب قال البرهان الان يعني في طريقه واحنا نتوقع انه الموضوع ده يناقش لين ياسر 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 يا ياسر يا اخي. لما انا قلت لك يا اخي انت قاعد اضانك منو، انت كان تقول للناس انك متزوج بيت منو، ولما اتزوجت البيت دي الاشتراط كانوا يقدوا اضانك، معناها انت تبقى من القبيله، لا جنسيتك لا انتمائك لا جوازك الحس انت شايله ده سوداني. واحد يقول لك انا مختلف مع الانصرافي في الراي، لكن ده ما هو اسلوب تتكلم به مع ياسر. ياسر ده راجل ابوك؟ لا. امك؟ لا. مش سياسي؟ ايوه اتكلم معاه بطريقتي. ده رقم 20، رقم 20، رقم 19. عندي مشكله الان أنا. المشكله الاولى النصيحه بقبلها لله وللرسول وللمؤمنين، تبذل النصيحه دي لاي زول انت بالدين، لكن مش مشكلتي في نص النصيحه، مشكلتي في الناصح. الان انا اؤكد لك لا يوجد سياسي سوداني بالذات قحاته عنده معيار بتاع اخلاق واحد يقيم به كلب في الشارع، ما يقدر يقول لي كلب جر، ما عنده لا قيمه. يا هو ده نموذج بتاعين الاطار ديل اللي بيتكلموا عن الديمقراطيه، جابوها شهداء، لا طالبوا بحق شهداء، عرفوا المدنيه هي انتقال السلطه للدعم السريع، عرفوا الديمقراطيه تداول السلطه بيننا احنا والباقيين ما يحكموا، الدار يحكم يطلع علينا الشارع الدعم السريع حقنا بيقتلهم، هم ده معيارهم. فانا مشكلتي فلما نتكلم عن ياسر نتكلم عن سياسي واحد، ما تعملوا لي الحركه دي، لا تنصحني في جماعه ولا تنصحني براي ولا توريني ولا ما تقرب لي ذات، خليني في حالي يا زول. الله يرضى علينا وعليكم. عربي ده بسيط واضح. قلنا لو قد لك اضانك منه تطلع تقول قديت اضاني فلان الفلاني، اشترط علي انه انا لما اجد اضاني ده واعرس بنت الزعيم ده ابقى انتمائي ولا الى القبيله دي اللي هو انت شايل جواز الدوله ديك. ده السؤال الاول، انه كيف الخارجيه بتسمح لياسر عرمان يتكلم في الشان السوداني وهو جواز سوداني ما عنده؟ جواز سوداني ما عنده. ما انت طلبت لجوء، شرطت الجواز وجنسيتك، ولا قعدات معاك امرين نشوفك انت حايم برا اخذت جوازات ثانيه كيف كده. امرين انت لما البرهان ده يركبك الطياره انت واردول وداك الجنوب لانه انت جنسيتك وجوازك ما سوداني، هسي انت كيف دار تهيكل القوات المسلحه؟ وهسي انت كيف بتتكلم عن انه شعبنا وقوات المسلحه المره الجايه دايرينها تحوي انت ما تحوي اي حاجه. السودان ده كله يخش الجيش، الا انت يا ياسر. انت ما حتتكلم في شان السودان، انا قاعد لك انت تحديدا، وما عندي لك اسلوب غير الاسلوب ده بالمناسبه. دي واحد اتنين، واحد يقول لك يا صرف اسلوبك ماله الاسلوب بتاعي في شنو يا الحبيب؟ يعني الطريقه بتاعت الالفاظ والايحاءات والكلام حلو. هسي لما ياسر عرمان ده قبل اسبوع يقول البرهان واقع في يد علي كرتي، حلوه. هو شغال بالفلول اللي بيوجهوه داخل مكتبه، ولن يعني يكون صاحب قرار واصبح دلدول ساي. وده ما قله ادب وتجاوز اخلاقي، بس المصطلحات ظريفه شويه انت شايفها. ده ما نبس، ده ما سبدين عديل حس الكلام ده ما قطع زلط، وده ايحاء عديل تتكلم مع الرئيس بالاسلوب ده. بيتهموا انه هو متآمر مع مجموعه من الفلول المندسين داخل النظام، وانه البرهان في يدهم لعبه. بيطلع الليله بيقول البرهان كويس ماشي في خطوات كويسه. التغلب ده انت تيجي تقول لي اتكلم مع ياسر باسلوبه بتاع يا هو ده اسلوبي له. ورينا القده بتاعت اضانك والقده لك من وقديت ليه، ده اسلوبي له. واضح هناك العربي ده.
دير الحريه والتغيير. الليله البرهان مشى اثيوبيا، بيطلع زول بيحسب القروش بالبزاقه، حسابه ساي ما عنده. قال شنو؟ قال مشكله البرهان بيفهم متاخر بعد ما الموقف يتازم ويتورط ويورط اللي معاه. يعني اللي معاه دي الود يعني كاسر عربي كده، ما معترف باللغه العربيه، بيتكلموا باللكنتي كده يعني. خلاص عرفناك يا اخي، عرفناك يا ها؟ صلاح ذو الفقر. قال والمشكله الاكبر من هذه انه بعد ان يفهم متاخر ويحاول معالجه الموقف ويمشي فيها خطوات، بيرجع مره ثانيه يخربها بمواقف عكسيه حسب تاثير الاشخاص اللي حوله. اوه برافو، برافو. يعني تقدر تقول انه البرهان فهم خطل والله، وخطأ السياسة الغبية في أن تعادي الجار والبعيد وأنت في حالة حرب وفوضى تحتاج فيها سند سياسي وموقف دبلوماسي أو حتى مساعدات عسكرية. ولكن هل يستمر البرهان في علاج هذا الخطل؟ أشك في ذلك. لن أتفاجأ إن وجدته في اتجاه معاكس بعد أيام. لا أعرف ما هو الذنب الذي ارتكبه الشعب السوداني في حياته ليعاقبه الله بأمثال البشير والبرهان. الله يعين. كاتب اسمه. احنا والله ما عارفين الذنب اللي ارتكبناه، انه نوعك ده اول حاجه موجود في الكوكب ذاته. يعني ده ترف. اقسم بالله الاغبياء في الكوكب الان يعني من حقهم نبي الغباوه ده. الزول ده قال شنو؟ قال له مقطع عجيب، قال يعني تقدر تقول انه البرهان فهم خطل وخطأ السياسة الغبية في أن تعادي الجار والبعيد وأنت في حالة حرب وفوضى تحتاج فيها سند سياسي وموقف دبلوماسي أو حتى مساعدات عسكرية. لكن هل يستمر البرهان في علاج هذا الخطل؟ طيب البرهان أول يوم الحرب دي قامت اتحركت العربات دي من تشاد، هل البرهان فتح خشمه؟ لا. هل البرهان عاد تشاد؟ لا. احنا بنتكلم من بداية الحرب، ما من ناسي هو بدأ من يرجع فيها. من اول يوم في الحرب ظهروا التشاديين وظهرت المجموعات التشاديه والقيادات التشاديه والضباط التشاديين. ونزيدك في الشعر بيت، واحد سفير في الخارجيه التشاديه طلع تسجيل انه العرب في افريقيا يحاولوا يمشوا السودان الان ويدعموا الخط حقهم ويدعموا حميتي، حتى تشاد طلعت فيه امر اعتقال واعتقالوه طبعا تمثيل. البرهان ما قال ولا كلمه ولا عاد تشاد ولا سأله. جينا في افريقيا الوسطى والنيجر، جينا في قصر البرهان العربيه المرسيدس بتاعته، المرسيدس تمام دي المرسيدس ركبها 3 أنفار صوروا فيها الفيديو ده، اظنك ما شفته. من القصر ركبوا العربيه بيتكلموا فرنسي. البرهان اتكلم عن دوله بتتكلم فرنسي؟ لا. عاد دوله؟ لا. وقف اي تعامل مع دوله؟ لا. قفل حدود مع دوله؟ لا. قبل الحرب الحدود مع اريتريا كانت واقفه تجاره الحدود، مشى فتحها، قاموا ناس اريتريا طلعوا قالوا والله يا اخي احنا فتحنا الحدود وتعاون مع السودان. هم ما عارفين انه اريتريا الصباح كلهم بيجوا بيفطروا في كسله رغم الحرب دي، كلهم بيجوا بيفطروا في كسله، ما احنا قاعدين نمشي نفطر هنا. هو قال يا اخي من الخطل السياسي انك تعادي. البرهان بيمسك اول 3 يوم اتمسكت شحنه من الامارات مكتوب فيها صنع في الامارات، قناصات. البرهان فتح خشمه. اخواننا نتكلم على الامارات حاجه حسي الله بيسالكم، دي البعيد وده القريب. نشوف دوله جنوب السودان، دوله جنوب السودان دخلت قيادات قاعدين حسي في شرق النيل، حسي العمليات العسكريه دخلت فيها قوات من تشاد وقيادات تشادي. يا اخي الممثل اللي اسمه الجوفاني ده ما تشادي صح؟ تشادي، ممثل تشادي عنده برنامج في اليوتيوب، ده اللي هو الناطق الرسمي باسم الدعم السريع. البرهان ما عرفه سوداني ولا ما سوداني، فتح خشمه عاده دوله. احنا مش بنقول البرهان ده بايعنا والبرهان بيشوف الديل بيستعمروا فينا والبرهان ما فتح، ما عاداهم. ده قال انه الخطر السياسي انك تعادي. البرهان ما عاد 8 شهور دي ما فتح خشمه مع دوله. انت قالوا مسافر الليله يصلح علاقته مع اثيوبيا؟ لا، البرهان اساسا ما خربه. وبي احمد قبل 4 شهور قال البرهان ما حاكم السودان والبلد دي بدون راس دوله. سمعتوا البرهان رد عليه؟ فتح خشمه معاه، ما لانه هو عارف انه عنده فوضى داخليه وديل ممكن يستغلوها. انتوا اللي مشيتوا حرشتوا ابي احمد على البرهان، وابي احمد لماكم في بلده وعمل لكم مؤتمر وعمل لكم الايجاد وترأس دوره الايجاد لانه احنا رفضنا حقت كينيا عشان بتطلع قرارات ضد القوات المسلحه وضد السودان. البرهان مشى الموضوع ورسل مبعوث لاديس قاعد في القاعه بتاعت وبي احمد اللي كنتوا قاعدين فيها انتوا حمدوك، وجا فيها عزه الماهري. البرهان ما عاداهم ولا تكلم مع اثيوبيا. السعوديه قبضنا لهم 11 طن بتاعت مساعدات، البرهان ما عاداهم وما سالهم. وفده كان قاعد في السعوديه فاوض، والمراكب بتيجي داخله بالسلاح السعودي بالسلم للدعم السريع، احنا ما عاديناهم.
في زول عداهم. السعوديه وقفت التاشيره الممنوحه من الخارجيه والسفاره بتاعتهم من هنا، من بورسودان. الناس سافروا قفلوهم في المطار يومين. البرهان ما تكلم مع السعوديه، ما اخذ اي موقف. حصل ولا ما حصل؟ الامارات طلعت في بعد اسبوع من المعركه، المتحدثه بتاعت الامارات قالت انا خايفه انه طرفي النزاع استخدموا الاسلحه الجرثوميه. بتتكلم عن معهد ستاك الطابق الثالث، الدرج اللي فيه الجدري قالت انا خايفه الطرفين. وصفتنا احنا الحراس بتاعين البلد الجيش ده انه احنا ممكن نستخدم. البرهان ما تكلم مع الامارات، ما عاداها، والله عاداها يا اخواننا ابدا. فتح خشمه معاهم؟ لا. دولة الجنوب ده ما مقاتلين حسي قاعدين في شرق النيل لابسين الكدمول. سألهم اول امبارح في جبل اولياء 18 من دولة جنوب السودان ماتوا. الجيش رفض يرفع الفيديوهات، والله العظيم، والله جد اقسم انت قاعد تشوف انه في ناس من دولة جنوب السودان والله 18 والله 18 في حتة واحدة ميتين. الجيش بيرفع الفيديوهات دي لانه البرهان ما داير يفتح خشمه مع سلفاكير. سلفاكير ما لما الحريه والتغيير قعدوا في جوبا سالوا. سلفاكير ما عمل غمه لاد فيها وطلعوا فيها قرارات وقالوا الحرب تقيف ودعموا القرار بتاع قوات شرق افريقيا تنزل بالفصل السادس. البرهان سال سلفاكير؟ لا. عاداه؟ لا. ما هو ده دليل على انه انت الخطا وين هسي. لما انت غاري نوعك انت الحول حمدوك كنت بتطبلوا له، ونوع الناس الحول البرهان القاعد في السودان منو هسي؟ انت ولا البرهان؟ حمدوك ولا البرهان؟ خالد السلك ولا البرهان؟ بس عشان تعرف الحول منو والحولك. الحول البرهان ديل احنا اللي بنغيمهم، ما انت. انت ما كنت في السلطه. انت لو عندك راي ونصيحه كان في السنتين ديل عملتوا فيهن حاجه. احنا اللي بنقول حول البرهان خونه، حول البرهان على الدين عثمان، حول البرهان طوابير فلان الفلاني معين وحمي. احنا اللي نقول الكلام، احنا وحدنا فقط. انتوا ممنوع. جا قال يا اخي البرهان وانت في حاله حرب وفوضى تحتاج سند سياسي وموقف دبلوماسي. الاثنين عملي. مشى جاب لك الايجاد. سلفاكر ده تاني ناداكم، مشى زاروا قبل 3 شهور. سلفاكر ناداكم، انا بسالك ناداكم. السيسي ناداكم، عمل لكم مؤتمر تاني، جاب سيره السودان. بتاع قطر اللي قاعدين معه ناس بابكر فيصل الحزب الاتحادي لوحده ما مشى زاروا البرهان قبل 3 شهور. سمعت بتاع قطر ده قال لكم حاجه؟ ده اسمه الدعم السياسي والدعم الدبلوماسي، ولسه شغال فيه براو. سمع في زول فيهم ناداكم تاني. بتاع اريتريا ناداكم. وبي احمد ده بعد الغمه ديك ما فشلت وشرطوا لكم الورق ده في وشكم وحمدوك اتخارج وطلع تاني جا راجع باسم جديد تنسيقيه ما عارف لجنه المقاومه البتاع. هل ابي احمد ده ناداكم تاني؟ ما انتوا قاعدين في اديس ابابا وبراكم بتتلاقوا معاكم حمدوك. ما في اي دعم من اثيوبيا جاكم، ما في دعم من ممثل من الاتحاد الافريقي. مشيتوا لقيتوا بتاع الاتحاد الافريقي رسلنا له خطاب، رد علينا ود لباد، رسل لنا تاني اعتذار. مشينا السعوديه سمعناهم فارغ. حصل ولا ما حصل؟ البرهان ما غالبه في الامم المتحده يقول اسماء الدول دي، لكن لانه ما حديك مبرر عشان تهاجمنا. قال في دول بتساند التمرد ورعاياها قاعدين جوا. ده قالوا في الامم المتحده ما سماها. وجا هنا في الخليج في جده اتكلم عن 8 دول، واتكلم عن دول بعد ما رجع ثاني يوم الخارجيه طلعت قالت الدوله ساعدنا في انشاء قصد الامارات. وبالمناسبه حيمشي للامارات وحيخد كوراع ودي جوا الامارات غصبا عنهم وحيطفي لهم الموضوع ده في راسهم. تاني ما بيقدر يسوي حاجه. فجاي هنا قال الزول في حرب زي دي بيحتاج لسند دبلوماسي. انتوا ما مشيتوا صدتوا البلدان دي كلها خليتوا له سند دبلوماسي وين؟ ما مشيتوا حرشتوا الرؤساء اللي حولنا ديل كلهم انتوا لحد بروكسل وصلتوا. مشيتوا شكيتوا البرهان وشكيتوا القوات المسلحه اللي بتدافع لكم عن بيوتكم. ده هو هسه ما بيعمل في انجاز ولا بيحرز في تقدم، بيمشي بس بيرد على الاتهامات اللي انتم مشيتوا وصفتوا بها. طيرانكم يضرب المدنيين، وين الورق حقه؟ طلعوا واحده من التغريدات استعانت بها الامم المتحده انه الطيران قتل 22 في امبده. طلع كاتبها من مكه بتاع الامم المتحده خجل مسحها من تويتر. رئيس الامم المتحده كان مستند على الكلام ده. وين ال 22؟ قال لي طيرانكم بيضرب مستشفى شرق النيل قاعد فيها الدعم السريع يا زول متخذ سكنه. ولما بيجوا فيها اسرى هسه دي اللي زعق قدامنا احنا غالبنا نضربها. ما في سبب مانع الحاجه دي.
المدنيين خلي المدنيين، احنا في مواقع عسكريه استراتيجيه ممكن تغير المعادله دي، لانه عندنا فيها مدنيين جوا، احنا ما قاعدين نضربها. احنا كباري قاعدين نخليها لانه فيها تحت اسرى، احنا مؤسسات استراتيجيه، الاذاعه، الاتصالات، لانه فيها اسرى مدنيين، عشان كده ما قاعدين نضربها. تمشي تقول انه يا اخي احنا بنضرب المدنيين وبتحرضوا علينا الفصل السابع، انت تيجي تقول لي البرهان اكتسب شنو؟ احنا ابي احمد ما اتهمنا، مشيتوا انتوا صواطه، انتوا ما قاعدين تصوتوا، التنسيق دي ولا شنو؟ قدر يمشي يحيد الموقف. وهسه يا اثيوبيا دي انا اتحديتكم، نتحدى بالقروش، احنا دايرين مبادرات، عندنا المبادرات دايره قروش، اتحداكم بالقروش وبي احمد يعمل لكم اي مؤتمر ثاني. اسمع العرب النجيب ده، انت مش قلت الزول ده يكون عنده خطل سياسي وبغباء سياسي؟ اها وراك حسي اثيوبيا دي اتحداك ما حتقوم باي عمل سياسي ضد السودان مدني لحد ما البرهان ده يسلم السلطه. العربي ده ما نجد، اثيوبيا حتعمل عمل عسكري ضد السودان، ولا ابي احمد ولا كراعه فوق رقبته حيهاجم السودان، كراعه فوق رقبته حيهاجم. لكن انتوا تمشوا تلقوا القاعات وتجيبوا حمدوك، هسه انتوا ما قاعدين في اديس ابابا دي، الزول ده ممكن هسه يكون لعبكم. في مقابل تحسين بعض العلاقات مع اثيوبيا يقول لهم جيبوا لي الكلب اللي اسمه حمدوك ده مربط او تاني ما يخش هنا. انت بتتكلم عن ياتو سياسه، الزول ده عنده خبره سياسيه عسكريه في التفاوض واللعب زي ده من سنه 1952. لما انتوا هسه بتتكلموا عن دوله 56 ممتاز، انا داير اسال الاخوان في الدعم السريع، انتوا دوله 56 دي جات بحرب ولا بانتخابات بديمقراطيه؟ يعني احنا مشينا قلنا للخواجات ديل في البرلمان ادونا علمنا ده وتفضلوا اطلع برا يا غريب يرى لبلدك، ولا قامت حرب بيننا وبين الخواجات وحرب بيننا وبين السودانيين جوا بعض وقامت تنتصر النخبويه ديل وعملوا دوله 56؟ دوله 56 دي جات بالحرب ولا بالديمقراطيه؟ جات بالديمقراطيه في البرلمان واعلنت. انتوا ما تعلنوا شغلكم ده كده، لكن موضوع انك تعملها حرابه ما بتقدر، لا 56 لا 57 لا 58 لا 59 لا 90 لا 91 لا 92 لا 93 لا 2000 لا 2004 لا 2005 لا 2006 لا 2016 لا 2018 لا 2019 لا 2021 لا 2022 لا 2023 لا 2055، ما بتقدر، لا تستطيع، حتموت. ما انت الحاجه اللي بتتكلم عنها دي لا يمكن تحسمها في مجال غير مجالها، بتتكلم عن دوله بتاعت ناس سيطروا على البلد واخذوا ثروتها، دار تطلع منهم الاليه اللي هم جابوها شنو؟ هم جابوا تراضي الشعب السوداني وفوضهم، واحد اعلن ال 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 الاستغلال من داخل البرلمان، وواحد رفع العلم في الشارع جنب القصر. غير كده انت 56 ما بتشيلها، 56 دي الممثلين حقينها هي من الاغاليم المهمشه، انتم ما عارفين ذاته رفع العلم منه والعلن استغلال منه، ما عندهم علاقه بين نهر النيل ولا النيل شمال، انت عارف الكلام ده ولا ما عارفه بتاع 56؟ فانا بس داير اطمنكم، انا مطمئن تماما. لا يمكن انت تخش مباراه بتاعت كره قدم وشايل كوره بتاعت باسكت، ما حتنتصر، ما بتبقى مباراه دي غلط، استخدمت الحاجه الغلط، الاداه الغلط. 56 دي جات بديمقراطيه داخل برلمان اعلنت، جيب دولتك اعلنها داخل برلمان، غير كده ما بتقدر، لا تستطيع. الان انت وحدت ضدك والمعاك والحلفاء كلهم بقوا ضدك. انت ما عندك طريقه تنتصر سياسيا عسكريا، ما عندك حركت روحك وقعدت، بقيت السودان كله دوله 56. حتى الهامش، انت احياء الخرطوم الهامش اهالي تعابه بيموتوا، انت بديت باول ناس ما عندك مبرر في اللي بيحصل في الجنينه ولا اللي بيحصل في نياله، ما ده الهامش ذاته اللي انت جاي تتكلم عنه. فمشروعكم دار اطمنكم، ده جاي يقول لنا انت البرهان ما بيعرف سياسه وعنده خطل وغباء. خطل وغباء كيف يعني؟ قال يا اخي تعاد الجار، البرهان ما عاد جار، والبعيد البرهان ما عاد بعيد، وانت في حاله حرب وفوضى تحتاج سند سياسي، البرهان صنع السند السياسي وحيد الدول دي وخلى القرارات بتاعت الامم المتحده كلها تكون في مصلحه القوات المسلحه، وما فرضت اي عقوبه لا على البرهان ولا على القوات المسلحه ولا قاده القوات المسلحه، وخلى انه الامم المتحده وفوكلر يطلعوا ادانات ضد الدعم السريع، وخلى الخزانه الامريكيه والخارجيه الامريكيه تدين الدعم السريع وتسميه منظمه ارهابيه، وتطلع عقوبات ضد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم دلقو بالاسم. البرهان ما طلع ضده حاجه، ده كهنه ولا ما كهنه؟ ده ما شغل ناس عظماء عديل؟ ما هم انت قلتوا طرفي النزاع مساوين، احنا جبنا والزول ده عنده خطل وهبل سياسي، جبنا كلامك ده وافتراك ده على الفاضي. انا اللي بيعجبني فيك انك انت جاهل بتتباهى بجهلك يا حبيبنا. هسي عبد الرحيم ده عليه عقوبات، البرهان عليه عقوبات، انا بسالك هسي عليه عقوبات ولا ما عليه؟ الكلام الكثير خليه، مشى الامم المتحده ولا ما مشى؟
مشى جده ولا ما مشى؟ مشى جده ولا ما مشى؟ مشى ولا ما مشى؟ يبقى هو الخطر السياسي اللي عندكم انتوا. الحاجه الثانيه اللي انا طالع بس اشرحها للناس، حاجه بسيطه. احنا عندنا حاجه اسمها الهجره في الاسلام، وعندنا نصوص واضحه في الهجره والطريقه حقتها. تمام؟ لما الله عز وجل سن لنا الهجره فتخطت حاجات، انه انت من كان هجرته الى الله ومن كان هجرته الى امراه ينكحها، اللي هي الدنيا. يعني انت ماشي والله عندك سمرجحه اهلها عزلوا رحلوا، فانت ماشي المدينه، ماشي المدينه، شايل سيفك شايل سيفك، مقاتل مقاتل، ماشي تحرس المسلمين ماشي تحرس المسلمين. ومن كان هجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى امراه ينكحها، الاثنين نفرين، واحد ماشي لله وراكبين في نفس الحصين وماشيين في نفس الشارع، وصلوا نفس المدينه يثرب، ودخلوا لقوا المدينه المنوره طيبه. المساله دي احنا بنشيلها بتنعكس في الواقع حقنا. الرئيس ده سافر اثيوبيا وانتوا سافرتوا اثيوبيا، هو ده المشكله اللي انت الواقع فيها حسي ما قادر تستوعبها. هو اثيوبيا دي احنا حنشيلها برا الخريطه؟ لا. وبي احمد ده حنمشي نقتله؟ لا. حنمسحه؟ لا. انت مشيت لو بي احمد كان هجرتك لشنو؟ انت مشيت قلت له يا اخي يطلع ادانات ضد القوات المسلحه، انت مشيتوا بخطه انه احنا كيف ندعم الدعم السريع، نقلل نفوذ القوات المسلحه باستصدار قوانين دوليه. وبي احمد جيب لنا الايجاد، نقول افريقيا اساسا ضد الجيش، عليك الله جيب لنا الايجاد، جابوا الايجاد. وبي احمد عليك الله طلع لنا الفصل السادس، القوه بتاعت عثمان الجنرال عثمان، قوه شرق افريقيا، ننزل بالفصل السادس ونعقب السابع، نحاصر القوات المسلحه. انت مشيتوا قلتوا الكلام ده، مشيتوا لنفس الابي احمد. البرهان مشى نفس الابي احمد، نفس اثيوبيا، مشى بغرض ثاني. لكن قال له احنا جيران، انتوا مشيتوا قلت له احنا جيران. قال له يا اخي احنا حنأمن تأمين الحدود وانتشار التمرد ده وزعزع، وانت عندك السد بتاع النهضه، ممكن تجوا دانا طاشه، انت عارف الدعامه سكاره وحاقدين. يعني الدعامه الناس بيقول انهم بيدونوا عشوائيا لانهم سكاره، لا ما سكاره، زول ده حاقد. ويا اخي واحد في المستشفى بتاع النوى انا شفت له فيديو، الزول ده بيموت، بيموت، بيتوعد في الناس وبقول لهم يا اخي قدامه ناس اكثر من كم 20 نفر ديل مصابين اصابات، هو بيقول لهم بعد ده كله انا لو طلعت من هنا حاضر حاجه اضبحكم. والله العظيم الزول كان بيطلع في الروح. يا اخي حقد ده عجيب، ده ممكن يضرب السد بالمناسبه، ده ما سكره، تدوين العشوائي بتاع الدعم السريع ما سكرانين، قاصدين، قاصد، عارف هنا في مستشفى وعارف اطفال، هو عارف الحاجه دي. فالبرهان مشى لغرض غير غرضكم انتم. انتوا مشيتوا الى امراه، انتوا هسه كل صوركم في البارات وفي الفنادق، بيسالوكم يقول لكم انتوا مشيتوا ادس كيف، ما بتجاوب. اللي بيصرف عليكم في ادس منو، ما بتجاوب. لازم تكون عندك شفافيه. انت حمدوك جاي تعمل لي مؤتمر عشان تحكم السودان وتحاسب القوات المسلحه، انا بسالك بقول لك اللي بيصرف عليك منو يا حمدوك، انت وخالد سلك واكثر من 24 حزب، منو اللي بيصرف عليكم؟ عشان اعرف انك انت ما جايب اجنده، ما الراجل اللي بيصرف على الراجل ده بدي اجنده في النص. ما هو انت القروش اللي بيدوك لها في ظرف، الظرف مكتوب فيه توجيهات، ما عملت ولا شنو يا خالد السلك؟ صح بامانه، انت بكره الصباح ما طلعت كتبت الكلام الفاضي اللي بتكتبه ده، بيوزنوا لك البوست بتاعك بالكيلو. انت ما زول جعان ساي انت. شفت صوره جبالك لحنان حسن ومعاها الدقير ما شاء الله بقيتوا سمان، وخالد برضه خالد السلك برضه بتصغروا انتوا. فانا قلت للزول، قلت له اول حاجه الحريه والتغيير قروش الحرام هي نفسها قروش الحرام، لكن حسي ظهرت فين في مصر، لانه هنا في السودان لما كانوا في الحكومه نفس القروش اللي بيدوها ما زادوا، هي نفسها قروش الحرام من نفس المصدر، ياكلوا نفس الاكل. هنا في السودان كانوا كل دقيقه بيضرب لنا واحد بتاع لجنه مقاومه، اسمع ما تيجي تشرفوا لنا الندوه دي، تلقاه هنا جاري ندوه، ما عارف هنا جاي السخانه بتاعت الشمس دي وقفه احتجاجيه جنب مجلس الوزراء اللي هو خالد ذاته شغال فيه وبيطلع برا بيعمل وقفه احتجاجيه. يا اخي كان في هطل، ده اسمه الهطل الحقيقي. لكن حسي في مصر ما عندهم حاجه، ينوموا بالنهار نفس ال $6000 ونفس ال $7000 ذاتها
بينوموا بالنهار يصحوا يضربوا الكشري، الواحد زي ضارب المشك زي التور، يضربوا المشك ده حنان ما شاء الله دار تتفجري عديل انت دار تتفجري. عمر الدقير ما شاء الله. خالد سلك بس هو الحاله اتغيرت. الشيب جاي فجاه طبعا شكله جات جلت منه دانا، دي اللي خلعته. لكن الحريب الشنو زول صنديد، ما هو العامل يعني، ما في حاجه فاجأته، بس شكله في دانا جات جنبه كده وقت الهارب عملت له الشيب الابيض ده. تضربوا في قروش الحرام دي ذاتها نفسها قروش. فهسه الناس قال لي سمنوا شنو؟ زمان كانوا بس بيضطروا يجاملوا الناس، يركبوا مواصلات، يجوا ندوه، يقول لك ما اعرف الليله عندنا جلسه استماع في محكمه شنو، كانوا مقضينا عوامه يغشوا في الشفع المساكين دي، واللي هم حسوا نصهم بيقوا كلهم دعامه بتاع اللجان بتاعت المقاومه. الغرض السافر له البرهان كينيا ما هو الغرض السافر له محمد الفقي. محمد الفقي سافر معه عبد الباري نصر الدين، ومعه ابراهيم المرغني، ومعه خالد سلك، ومعه عزة الماهري. مشوا قعدوا مع الرئيس الكيني يفتشوا في وسائل ضغط وهزيمه وحصار القوات المسلحه. هو مشى للرئيس الكيني كرئيس دوله. احنا البرهان ما بنساله نقول له مشيت كينيا صرفت كم يا صلاح مناع، لانه ده رئيس دوله عنده بنت، هو عارف انه بيصرفوا في شنو، وممكن يقدم لك به اسناد. انت قاعد في مصر بيصرف عليك منه كده، ورينا انت شغال شنو، بزنسك شنو، بزنسك بدا سنه كم، كان مع منو شركائك منو، ما بتقدر يا صلاح مناع. يوم القيامه حتقوم الناس دي كلها انت حتكون قاعد في كرسيك ده حننساك، انت حتتنسي، انت كنت نسيا منسيا، دي ذات الايه دي بتكون فيك انت. احنا حيودونا ويحاسبونا ونمشي والصراط، وانت حتكون قاعد هنا، قاعد في الدنيا دي، يودوك وين انت؟ ماسك قلمك بتاع احقادك وتقعد تكتب. هم ذاتهم ظاهرين الملائكه دول فيهم فلول وتعاونوا مع النظام البائد، وكان قصدهم يخربوا الوطن، وكان داير يخربوا الوطن، قاموا اختاروا الناس الصفر بران عزلوه. انا شفتهم عزلوا الصفر وخلوا السود حرقوهم، انا شفتهم ديل ملائكه فلول. انت هتكون قاعد براك هنا، حنمشي نخليك ما تبارينا. اللهم ما يبارينا الزول ده يا الله. الزول اللي اسمه صلاح مناع ده لا دار نشوفه في الجنه لا نشوفه في النار يا الله. بس احنا كلنا انا بدعو لكم معي، ده حاجه مؤذيه، حتكون ونسته كلها صواطه. انت قاعدين في النار، الناس شايله هم، انت دار الله. الله يا اخي دار بالليل 26 مليار ربا. والله الموضوع ده قالوا تربسه ثقيله جدا. وضعك كيف انت؟ والله يا اخي ده ابو لهب جري مصارينه، ابو لهب يا ابو نر يا ابو زناد، مسخر فيه في النار. يجي صلاح مناع الفلول هم اللي سببوا في انه درجه الحراره كانت موزونه في النار، كانت موزونه مقسمه، والدرجات كان هو جا الفلول لخبطوا الناس في النار وتحالفوا مع الشيطان. لا لازم انت ما حتخلي البشريه في حال. الله ينعل يا اخي انت مؤذي. حي انا من الحرب دي يا اخي، حيها. مرقت منها كيف انت؟ مرقت منها كيف؟ احنا نعمل شنو عشان نوديك لله؟ قول لي. زول مؤذي يا اخي، زول بطال، انت زول غميق. ضاربين المشك قروش الحرام، طالعين يتكلموا لانه في سياسات، والبرهان يصرف اموال الدوله. عندنا له 3 طيارات خاصه، انت حمار ولا شنو؟ الطياره دي ما تقوم في واحده ما اللي بتاعت النهار دي، شفت اللون الذهبي دي بيتجدع بها بس بالنهار يا صاحبي، النهار الشمس فوق. عندنا واحده مظلله دوك واللون ابيض اللي فيها خط بالبلودي، عرفت، جوا سراير دي بسافر بها بالليل، جنازه الباحث هسه في بورسودان دي مكشبه من جوا، مسجلاتك، سماعاتك، سيجارك، كوبي بتاع دنيتك، سريرك، ما معه اي عارض. الفاره ده بيجوا راكبين بال بوينغ، ما بيركبوا معه طيارة بالليل دي اسمها، بيجي من ادس شايل حاجات ودنيا، ما عندنا معه شغله، يجيب بن يجيب كافيتيرا. لا لا ده الرئيس يا زول. لكن ده يجي يقول له خسرت مليون دولار في مسافر بطياره بدر، مليون دولار ماشي وينه؟ مليون دولار انت حمار بتحسب بوين؟ انت بالحاله ما سارق طياره سودانير دي، حاسس انت موقفها في مصر، انت سارق طياره ما عارف تكلفه التشغيل بتاعت الرحله بكم؟ بوينغ 737 الصغيره دي، ومعاه ناس ماشيه من هنا للجنوب، قال بمليون دولار. انت المليون ده انت عشان كده انت تاجر فاشل. انت المليون ده عارفه كم؟ انت عارف كم ورقه، كم الف؟ المليون ده كم الف؟ انت قاعد تحسبه؟ المليون ده شكلهم بيدقسوك. قال له 3 ورقات كده ب 400,000 دولار ولا 300,000 دولار، يقول لك دي مليون. انت حمار ولا شنو؟ يا حمار، الله يلعن ابوك لابو اهلك ذاته. يا اخي زول مؤذي يا اخي، غمي. طلع ميتين الحرب دي ذاتها فقدها نكهتها.
وحياة الله الحرب ظريفة والشغل حلو وانجازات، والرئيس طالع والرئيس داخل ده. الفلول مسكوا البرهان ملوا له راس. يا اخي الله يملا اخ انا اخ صلاح مناع الله. يا اخي يا اخي ليه انت كده؟ احنا هنخليك هنا، اقسم بالله ما تبارينا انت. والله العظيم انا حدعو ليل نهار يشوف لك حته. انت ما تمشي، لا روحك تصعد معانا ولا جسد ولا يحاسبوك ولا اي شيء. حاجاتك دي كان حسنات ولا سيئات ادالها اخوك، ادالها ياسر عرمان. خليه يمشي تبالا هناك، اتحول استنسخ فيه. انت بس اقعد هنا، خليك قاعد، خليك قاعد، بعدين بقلم احقادك اقعد اكتب بس. ويوم القيامه ده كان يعني كان ممكن يتفادوا، لكن الفلول اصروا انه القيامه تقوم. بس والبرهان اصر انه القيامه تقوم، وحصلت تجاذبات واحنا وصلنا لتفاهمات بس. فعليك الله خليك قاعد هنا، ما تبارينا لا جنه لا نار، لا نشوف ميتين وشك ده. وما يعني انت اصلا ما عندك اي وزن لا في الاخره لا في الدنيا. وحاجه هتضايقنا ساي في الصفوف وتتعبنا ذاته وتقرفنا بقصصك الوهميه. واحنا في النار يعني هسه تخش النار دي ان شاء الله بتخشها باذن الله، ربنا يميتك على سوء الخاتمه يا مجرم. هتقعد تحكي شنو بطولاتك؟ والله احنا قلنا نجيب حميتي وقمنا كتلنا بين الناس. قوم يا قوم 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 قوم. هتلر ذاته تو تمشي تلقى هتلر قاعد سالوه قاتل 3.5 مليون، دار تعمل شو؟ دار اوسع المانيا راجل. انت حاسس انت قتلتنا في شنو؟ في الاطار ده يجيب حميتي. يا اخي امشي، يا اخي امشي امشي، الله ينعل. امشي امشي قوم امشي. قوم 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 امشي. قوم 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 يا اخي. طيب احنا كنا بين الحمير ديل. لا وبعدين انا بيعجبني لغه الصيغه يا هنا. الصيغه بتاعت الود ده الجاهل اللي بيتباهى بجهله ده، قال شوف الصيغه، قال له يعني تقدر تقول انه البرهان فهم خطل وخطا السياسه الغبيه ان تعاد الجار والبعيد. هو لا عاد جار لا بعيد لا قريب، هو جوا السودان ده ما عاد زول. جوا السودان ما عاد زول. البرهان ده حميتي طلع قال انا حسوق البرهان الكلب اوديه السجن. المذيعه سالته قالت له ما هو رايك في تسجيل نائب رئيس مجلس السياده محمد حمدان دلقو اثناء القائك لخطابك في دوره الامم المتحده 98؟ قال لا والله يا اخي ما قاعد ارد على احاديث مجهوله المصدر. فساعتك قال لك انت كلب انا حوديك السجن. قال لك كده واقسم بالله يا برهان اسمع وحياة الله. حميتي قال للمذيعه واليوم في الحرب قال لها البرهان الكلبي حوديه يا يستسلم يا انا وديه. انا حسوق البرهان الكلب اوديه سجن. تخيل لليله ما عاد حميتي. والله الله والله والله لليله ما عاد حميتي. جابوا لي سيره حميتي قال ما برد على احاديث مجهوله. ايه الادب ده يا سعادتك؟ ايه الادب؟ شوف التربيه، شوف التربيه. ده يجي يقول لي هنا خطل سياسي بتاع زول ما بيفهم ويعادي. هو جوا البلد دي ما عاد يا اخي. قالوا له يا اخي، قالوا له يا اخي يا اخي يا اخي، قالوا له اليرموك سقطت ما عاد زول والله العظيم. لكن ساعات ده جو مطرف بيرقد بيك الخور. هسي ما راقد بيكم يا بيبي. خلاكم مشردين في الفنادق. ما القى عندك باقي حليب؟ انتوا بتنوموا كده. ما القى عندكم حته فاضيه معاي ضيوف اوضتي ما بتشيل؟ خلاكم مشردين في الفنادق يا جزم. لحد يوم 9 انتوا ما بتتحول لكم ولا كيف ادراكم؟ ولا مش كان بتحول لنا يوم 9؟ بيقعدوا لايصين في حدائق الهرم وبتاع مولى عمك بشعر ومنو نص عليك ديل ما عندهم وزن ديل. وده وجدي حسي وين وجدي ده؟ مع محاصر محل ما يمشي بيقول له سرفه حيانا سرفه. مش قلت لكم حضيق عليكم الوسيعه؟ الراجل فيكم اللي يمشي في السودان شنو اللي بتمشوا فيه انتوا؟ يا جنوا عليه الايمان والرحمن انا شبحيدا مطاردكم محل ما تمشوا. وقلت لكم والذي نفسي بيدي، اسمع الغسم ده وما غسم سفها، اسمع الغسم ده وما غسم سفها. اقسم بالله العظيم وجلال الله وعزه الله اما البسكم نغابات رجال على نسوان يا قحط ما يبقى اسمي صرفه. والله العظيم هسي انت في مصر، انت من اليوم قبضوك هسي لك شهر يا ودي ما طلعت من البيت، بتكون دقنك وصلت صورتك. وين انت؟ اللي تقضيها يوتيوب بس لغاءات تلبس لنا البدله بتاعتك النص دي، لكن شارع اقسم بالله شارع تاني ما تشوفه. مش ودي ده اللي عامل لي فيها احنا
التاسع والثلاثين ونظام الثالث والثلاثين. ده طالع هسه يتفاصح يقول لك البرهان بعادي. عاده من البرهان؟ عاده من البرهان؟ تتطاولوا عليه وتقول له ادبكم، يوم واحد ما فتح فيكم بلاغ ولا قفل لكم سفاره ولا استلم من حتى الجواز بتاع الصعلوق اللي يا اخي ده اخوه قاعدين في بيته 4 من قاده الدعم السريع، الصعلوق اللي اسمه طه عثمان ده بتاع الحريه والتغيير اللي احنا ما عارفين هو ده شنو ذاته. طه ده للان هو ما معروف هو شنو، مش يعني تابع لحزب، لا هو ما معروف ذاته شنو. طه ده شنو ذاته ما معروف. شنطه، طه ده زول، طه ده لابتوب، طه ده ما في اصل. ما عارفين انا ذاتي عشان نرد عليك ذاته ما عارفين انك انت شنو. انت شنو؟ عرف نفسك انت شنو انت. والله طه ده ما عارفين هو شنو. بنته مسكوا جوازه في السفاره بتاعت الامارات، كتب له مقال طويل كده واشكر الكباشي، حركه بتاعت خباسات. نظام الكباشي عنده تواصل معهم بيتحد بتاع. طلع الكباشي قال له انا صاحبي لا في تفاوض بتاع جيشنا، وفدنا ده ماشي والعمليات العسكريه مستمره لحد اخر بلال. بس كباشي ده شفت حتى في السواطه البرهان ما عاد ادوا الجواز للصعلوق ده، اداه جوازه. والله مسك جواز بنته ورجعوا له وختموا له وجددوا له وادوا له. يقول لك البرهان يعادي. يعادي منو؟ ده كان حال، ده كان حال. انت بتكون حايم حسي؟ لو بيعادي انت بتكون حايم؟ انت ما قلت نبست حمايتي؟ عشان كده تركي على الشيخ قبضك دخلك السجن 6 شهور، فكاك تسيب للبرهان لانه البرهان ما بعادي. البرهان ما قاعد يعادي، قاعد يبلعك. كان بيعادي ما كان فكوك من السجن تتطاول عليه. فهمت؟ ما تخليك جاهل وتتباهى بجهلك. عليك الله عشان يا اخوان انا والله يعني تعبت. انا تعبت حقيقه. كميه الغباء في الحمير ديل ما هو واضح القروش. انت ما بتقدر تشغل مخك لانه مدفوع لك. بيقول لك اطلعوا اعملوا للزول ده ضغط، الزول ده جاته كورونا، دي فرصتنا، خلاص زيدوا الجرعه. هاي بس وتروه كده، وتروه لحد ما نعمل له ذبحه. وانا ما عندي قلب عشان تجيبوا ذبحه اصلا، تكونوا عارفين يا حمير. لا بتجيني ذبحه ما عندي قلب ذاته. لا بتجيني ذبحه لا بتجيني سكته قلبيه لا بتاع. ما عندي قلب ذاته. طيب احنا يا اخواننا بنطمن الناس في حاجات كتيرة بتكون تايهة عليك، لكن الموضوع هيمشي مرتب. انا عن نفسي بتكلم عن الحاجة اللي انا عارفها، وحاجة اطرحها بعدين هتكلم عن خارطة اعادة الاعمار والخطوات حقتها. ده موضوع مدروس وعنده كتب وعنده حاجة. نقول للناس والله يا اخي بيعملوا كده وكده وكده، ما حنكون تايهين. هنتكلم عن انه يكون عندنا الناس اللي حيشاركوا هم منو اصلا، واستدامة الحاجة، التمويل حنجيبه من وين، المراحل وتقسيمها نبدأ بوين، مراحل إعادة الإعمار، تحديات الإعمار، تدعيم النسيج الاجتماعي، مجموعات حفظ السلام الداخلي، طوائف وأحزاب متنازعة، الاستعانة بالأطراف الخارجية. يعني الموضوع ده ما بعد الحرب دي ما في زول يقلق يعني. ما منتظرين بس ديل في 3 خطوات قلنا لك في بداية الإعمار ده بتجي حاجة اسمها الاستجابة الأولية. قال عندها شرطين: نزع السلاح وإعادة المقاتلين ودمجهم في المجتمع ولا في الجيش. قال لك الحاجة الثانية بعديها بتجي حاجة اسمها فترة انتقالية، إعادة بناء المرافق الأساسية والنقل والشبكات الاتصال وغيره وغيره وغيره. بعدين قال لك تعزيزات الاستدامة، توفير الاستشارات النفسية، تحقيق العدالة الانتقالية، تعزيز التنمية الاقتصادية، نشر الوعي المجتمعي. لما نجي في العداله الانتقاليه المفروض نحاسب الناس اللي اغتصبوا وقتلوا. حنيجي نلقاهم لابسين كاكي بتاع جيش ما قاعدين مع ناس الجيش. ليه؟ لانه ناس الحريه والتغيير دارين نجيب المجرم نخطه. فيبقى فتره انتقاليه بدون عداله ما بتجي، بدون رد المظالم ما بتجي. عشان كده الحل الوحيد في القصه بتاعتنا دي نركب القحاته بعدين نركب الدعامه. والله عشان ديل عاملين لنا ازعاج. يعني اكتر حاجه مطول الحرب دي وعامل لنا فوضى في راسنا ده القحاته ما الدعامه. الدعامه ده ما بتلقاه بتطرف بيه ليل نهار بتودي له الله بيسوكات، ما بكوركم ما بيعملوا اي حاجه. ليه؟ لانه احنا شغلنا ده ذاته يعني شفاتي. الدعامي ما بيصرخ، ما بيكورك، ما بكورك لانه هو ما بيفهم في شنو.
لحد ما يموت الدعامي بيكون مندهش. هسه لو لاحظت الدم بتاعه ما كتير، الدم فاكر انه القصه دي رابطه، ما بدفق برا كتير، لاحظت؟ الموضوع ده سريع لدرجه انه الدم لسه ماشي في جسمه، ما تخيل انه مات ما دفق برا. الكلام ده بجد والله. الزول ده قاعد يقتلوه لما ما بحس هو ذاته، بيفتكر نفسه لسه نايم، بيحاول يجر بنطلون، مش بتلقى بنطلون واقع بتاع. ما ده اخر حاجه مخك بيكون يقول لك جر البنطلون، جر البنطلون، ارفع البنطلون، ارفع بنطلونك، بنطلونك ناصر، جر السيستم سيستمك. احنا ده شغلنا ده احترافي، بوف بوف بتلقى روحك ما بتموت مندهي ذاتك. ما في شنو يا اخوان؟ حاصل شنو؟ مره في عشاء مره في بتاع. ده الموضوع نهين قاعدين نكتلهم حنكتلهم وننتهي منهم. هسي قال لك يا اخي موضوع الاذاعه، مال الاذاعه؟ قالوا دي اشاعات وما احنا قلنا بتين الاذاعه دي حرروها. ما الناس بتكتب، ما احنا انت غير انك تسمع حرروا استلموا اسروا، ما عندنا لغه ثانيه. انت ما كل دقيقه تيجي تتخلع صرفه يعني بس بشرنا ان شاء الله الامور ماشيه. امور شنو ماشيه كويس؟ الاذاعه دي حنستلمها يا بيبي باذن الله، ما عندنا حاجه. احنا محاصرين الاذاعه دي من ثلاث اتجاهات زي ما انت قريت حقيقه بالمناسبه. احنا ما عندنا حاجه غير حنستلم الاذاعه، حنستلم ودنباوي، حنستلم الكوبري، حنكتل الدعامه في القطينه، حنحصلهم ما عندنا شيء، ما عندنا حاجه يا حبيبنا، ما عندنا شيء. مستنفرين بيجهزوا الجيش، بيدخلوا الخرطوم، بيستلم موقعه. ما عندنا شيء غير نكتل الدعامه. الصعاليق اللي قاعدين دلاسي ديل ما عرفوا يقبلوا وين، مشوا قعدوا لنا في مصر. مصر دي طبعا بلدنا يا صاحبي. انتوا مش قلتوا مصر دي هي سبب الحرب ومصر ضربت كوبري شمبات؟ انتوا قاعدين هناك بعلم الاستخبارات المصريه، يبقى الاوردر طالع لكم من المخابرات السودانيه ذاته. خليكم قاعدين في مصر ما بتعملوا حاجه، خليكم قاعدين. ما هو ديك بتمشي الشيشه وبتمشي الشقه ومرات بتتلخبطوا في الشقق يعني. شوف الاسلوب الظريف بتاع صرفه، ما داري يغزف المحصنات، وفيكم واحده محصنه وكلكم ملحدات، لكن ما هو مشكله. يعني مرات الواحد بيجي سكران بيلخبط شقته ويمشي بيت في شقه ثاني كالعاده يعني. ده كل نشاطاتكم في مصر بتتلاقوا في قهوه يا ودي استاذ ودي، بتلاقوا حسي في قهوه بكونوا قهوه مغلقه. ودي ده بيجيبوه منغب ما يمشي في الشارع، المصريين ذاته بكونوا يعرفوا ودي يا نكره. تاكسي ما بيركب يجي متنكر على الفا بتاع الغاز، ولا بتكون بتاع الطماطم. يا قوطه يا مجنونه حيانه ودي بتاع الطماطم. هنا عاملين العنقريب وديلر، ومشيت هناك بقيت تبيع طماطم في مصر. يا قوطه يا مجنونه افتحي افتحي يا حنان، ده انا وجدي. فبكونوا قاعدين حسي بيكونوا لما جابوه حته كده يتناقشوا، ده اسمه راي طبعا. استاذ وجدي يعني حقيقه تقييمك لزياره البرهان الى ادس، يعني رايك فيها شنو؟ انت كزول بحثي، حزب بحثي قديم، فرايك شنو في الزياره دي يا استاذ وجدي؟ نسمع رايك، لانه حقيقه الشارع السوداني متضارب ومحتاج لراي يعني. تفضل. طبعا وجدي بيكون شنو؟ منتظر الشربه بتاعته، بيكون للبيت بتاعت البار. يا كرستينا اي تقلي اي كرستينا بتجيب له الشغل بتاعه بيشرب. افتكر انه البرهان بخطوه دي بيحاول انه يظهر للمجتمع الدولي انه ما انت ما فاهمين حاجه، ما فاهمين اي حاجه. انتوا يا حمير لو فاهمين ده ما كان حالكم. خليكم صايعين انصاص الليالي من بار لبار، سكر ميتين كون البسكر والما بيسكر، خلاكم تسكروا. قلت لي ما بيصلوا بيسكر يوم واحد ما جابوا لكم صوره في حته نافعه. يوم كله الليل كله انتوا كرستينا يا لك الله تقل الدواء كرستينا. وانت ده ما اعرف يعني. انا لما عايل الليله شفت صورهم دي حقيقه يعني الموضوع ده خارج الاطار بتاع البتاع. قال لي صار والله لغايه ناس الجيش يحمدوا الله انا معانا، والله العظيم والله انا معاكم يا جيش، ولكن كنت ما معاكم والله الشغل ده كان بختلف والله جد كنت حكون انا براء الطرف الثالث اركبكم انتوا قدام السريع قلت ده انا بتخيل كيف يا سعادتك كنا نسمع ناس الجيش احكي لنا عن الملكيه الوهم دي، واذا كان دي نوعيه ودي والله صموا بتاع لنا الحق العساكر يسمونا ملكيه وهم، اقسم بالله جد ما لقينا الفارات دي معرسين لهم. في حاجه اسمها التسويق. زمان الناس كانوا بيعتمدوا على التسويق ما الا الالكتروني الحسي، لكن زمان مثلا الخطابه دي انا اعتقد انه الخطابه دي يوم القيامه حيودون كلهم النار.
زمان يعني اجدادنا القدماء، لانه مثلا اسيتا تحت ظرف من الظروف ممكن تناسب بورما. يعني الطريقه اللي بيتكلم بها، صوته، مقدراته العقليه، بس اللي تقدم لك عمر الدقير ده الا شغل بتاع خطابه، عرفتها اللي هم بتاعين تسويق يعني. في يعني ابراهيم الشيخ ده مثلا جاك شاعر راقد ناعم كده وكلامه تمتم كده ما بتفهم منه حاجه، ومربوش وشغال مع الكيزان ويقول لك انا ضدهم، ومطلع له 100 دكان براو وراس ماله 3 مليار دولار يقول لك انا ضد يعني ما يعني زي ده. انت ده اللي مره خطابه يعني حسيت في تحديات مبرر تعرس بنتك لخالد السلك. قول لي يعني كذا وقعد يا خالد حنب. شفت ديل الخطابات ديل هم ديل هو الناس حيمشوا النار. ديل اللي هم التسويق اللي بيجوا يقول لك الجزر فيه فوائد. الجزر ما فيه فوائد، الجزر طعمه كعب، الجزر طعمه كعب ما تغشني. لكن بيقرمي ما تقول لي بيقرمش ولا بتاع. الجزر طعمه كعب، هاي فيه فيتامين سي بيقوي النظر. كذاب انت كذاب، بس داير تسوق للجزر. انت داير تسوق للجزر. حس زرقاء اليمامه دي قاعده في الصحراء دي حاضر، جزره واحده ما شافت لمن ماتت. نظرها اسمه زرقاء اليمامه بيشوف 3 يوم، 3 يوم ما اكل الجزر. انت داير تسوق للجزر، ما تشبكني فيه فيتامين سي والحديد والفوسفور. انا ما مركب جرابوكسي جوا عشان تقول لي حديد ونقص حديد. ما ينقص الحديد يا اخي، انت ايش دخلك انت؟ الجزر طعمه كعب. في الاحمر الثاني مع الجزر ده زيه ده من اسرته دي البنجر. البنجر يا صرفه فيه ما تقول لي فيه فوائد، انا ما داري اعرف الفوائد. طعمه كويس، يتكلم عن نفسه، هو اكلته بتحبه، ما اكلته خلاص. ما تقعد تقول لي تديني الحياه الكعبه وتقول لي ده شغل تسويق. دي الخطابات هم اللي عملوا النظريه بتاعت الفيتامينات. وفي واحد ثالث معاهم في اسرتهم ده ابيض كده، ابيض سبايسي، ده ذاته عامل لي جيم في راسي. ابيض سبايسي بتاكله كله 8 سنه مره انت بالصدفه. ابيض كده بيشبه الجزر بس لونه ابيض، بيعمل الحاجه كده في انفك كده، بوترك ما شطه وما جزر وما اي حاجه، ولونه ابيض وحار في الخشم وبيعمل لك كده حراره ما سخله. لا في سخله دقيقه. فجله 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 فيه اخضر بفوق وهو ابيض. هو جزر ذاته بس ما اعرف متنكر يعني. يكون على الرسالة شطه كده ولا بتاع يعني. ما ممكن لونك ابيض تكون شطه يعني. عمل في روحه شنو ده؟ هو ذاته الخضار ذاته. الخضار ده اقسم بالله العظيم محتاج ليه الخضار ده مش فجل. في زول بياكل فجل. ليه سمي فجل اصلا؟ ليه بعدين ما طعمه ما سمح. لا فيه حديد وفوسفات زنك ليه دار اسقي في روحي انا، دار اسقي في صدري ده جابي الحاجز ده دار اسقي فيه. يا اخي زنك شنو ما يا اخي خلاص لقيته حاجه مستصاغه اكلها. ما تقعد تعمل لي مقدمات، ده تسويق شبكي، ده تسويق بتعمل الخضار البايظ ده. حاضر بطاطس، بس بطاطس ماشي دغري عديل، موز حلو تفاح. لكن تجيب لك 6 ورقات تتكلم عن الجزر عشان تقنعني لي اكله. يا اخي ما داير اكل جزر يا اخي. ما 6/6 بالليزر بصلحه خلاص يا اخي. الجزر طعمه كعب ما تكذب. ما تقول لي فيه حديد ولا. في ناس كمان اقسم بالله بيعملوه في البيتزا. انا بكلمكم والله في ناس بيعملوا الجزر ده بيبرشوه بيعملوه في البيتزا. والله العظيم جد انا ما بقول اسمه. انا ما بقول اسماء، لكن في ناس فجل. يا اخي يا اخي اقول لك حاجه يا اخي طلعتوا ميتين نزال يا اخي. على الاقل قوموا جدوا يا اخي بلا غحاته بلا بتاع. البرهان ده قاعد اسمع العربي ده. البرهان ده قاعد احنا قلنا يقعد الزول ده يقعد. سلمنا لا صندوق خلاص انتهى الموضوع. اللي عنده جول فوق الجول ده اللي يقوله يا اخوان. اسمع العربي ده. وجيشنا ده منتصر. اللي عنده جيش بيقاوم بيه الجيش ده اللي ينزل الشارع ما تجيني في الميديا. وما عندك شغله بجيشنا تقعد تتكلم ليه والله جيش قومي ونوحد ونهيكل. لا جيشنا ده لا بيتهيكل لا بيتهبش لا بيتهزم. اسمع العربي اللي بنقوله لك والله العظيم. واحنا الحاجه اللي بنقولها يا اخوانا بتتسوى. الحاجه الثانيه بكره دايرين نعمل مبادره لارتكازات القوات المسلحه كلها بكل الاحتياطات حقتها في مدرمان. مبادره اطعام تكون ثابته 3 وجبات.
المبادره بتاعت البصات حسي شغالين فيها كويس. نسرين حتكون نزلت المنشور. نسرين لانها يعني في عطبره بتقدر تدير الموقف كويس مع البصات وكده. حنشوف مناديب من كم حته. المجموعه بتاعت الجروب بتاع راجعين خش معاهم هند، قاسم، نسرين، ومعاهم غسان. رتب لهم، خليهم يمسكوا المبادره دي، يعملوا لها صفحه براء بتاعت العوده، والمبادره بتاعت نقاط ارتكاز القوات المسلحه. اي زول بيعرف نقطه ارتكاز جنبه جنب البيت بيقدر هو يتوفر له القروش وكده والاطعام 3 وجبات. يتواصل مع الناس دي يدوك صدره، انا بعمل كده بتتحول لك القروش تعمل الحاجه دي. الموضوع ده 1 2 3 انتهى. الجيش ياكل، الجيش مرطب، الجيش اموره طيبه، الجيش مبسوط، ما في حاجه، قاعد احنا منتصرين، قاعدين نضبح في الدعامه ديل شويه كده ان شاء الله الامور بتسلك. كل يوم حتسمع انتصار وتحرير، ما عندنا حاجه. يا هون ديلك هناك غلبتهم الجبل وبيجاي محاصرين في الاذاعه، كل يوم حتسمعوا كلام ده، ما تتخلع، ما كل دقيقه تيجي تقول لي الحقيقه صرفه قالوا حرروا، لا كل يوم احنا حنحرر حته، ما عندنا شيء ثاني، ما في حاجه غير تحرير وبل ما في اي حاجه، فما تعمل لنا رجسه. يلا.